22 الفقرة الثالثة تنص على أنه سيتم المجلس الوطني أيضا قانون ينظم القضاء ويقدم مفتاح المنظومة القضائية. وبالتالي يقول أنه ليس مجال هذا القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للقضاء العادي أن ينظر في إصلاح منظومة القضاء الشاملة. ومن ذلك أن اللجنة نفسها في إطار فصل 22 لم تصوت بأغلبية أعضائها على مسألة إلغاء بعض الفصول من القانون المؤرخ في 1963 متعلق بالقضاء. لابد من أن يحصل أكثر عدد من التوافق. فعلينا في إطار اللجنة نعمل لقاءين مع رؤساء الوزراء، لقاءين يدور حول نجمع فيهم معظم الآراء ونحدد في وجهات النظر. إن شاء الله الجلسة العامة تكون أيضا تتبين التوافقات يرضي جميع الأطراف، يكون مطابق للمعايير الدولية. نحن أن المعايير الدولية نطلق عليها هل هي كثيرة مطلقة أم كثيرة مطلقة؟ استقلالية القضاء، مسألة القضاء هل هو انتفاع نشتغل في هذه المسألة حتى يكون اختيار مبني فعلا على قواعد علمية ومعايير دولية دقيقة. شكرا في حالة كنا المقررات بإضافة سيد المقرر عن خمس تفضيل. بعد المدرسة بتاعتين يعني خلاص يعني كل الإطار نتأكد إنه أولاً المشروع أنا جاي نرقص شوية بالتشويش الجانبي علاش باش تسمعوا بعض مع المشروع اللي بيدينا هو ليس مشروع الحكومة، مشروع على اللجنة. ووصلنا عندنا كل المشروع السابق اخترنا يعني بعد اخترنا الأصول واخترنا النقاط فيه وناقشنا فيه فترة